Let's go. هلا ومرحبا. اليوم نسافر لبلاد جديدة للمغرب. تعالوا معي في هذه الرحلة للمغرب. جاي تو من مطار أبو ظبي زايد الدولي. وصلنا للمغرب. الفندق رويال منصور. المكان رهيب. شوفوا تصميم المكان عجيب. Like 20,000, including the space outside. And sometimes as you walk in Ramadan, you have extra crowd. شوفوا المسجد. هذه هي المشربية من جهتين، وين ما النساء يصلوا مدلينا بخشب السيدر أو الأرز. وأول مرة نعرف أنه في المغرب في أكبر غابة لخشب الأرز. وهذا السقف يفتح في الصيف لما يكون حر. شوفوا هنا تحت هي منطقة الوضوء تحت المسجد. شوفوا هذا كله منطقة الوضوء. جامع ما شاء الله رهيب. We have prawns, squid, and red meals. كسكسي مغربي واللحم. من كازابلانكا الدار البيضاء في المغرب. اليوم بنمشوا بعد الفطور. طب بنمشي نفطر وبعدها بنمشوا لبني ملال. فيها الطبيعة فيها الأجواء. شو رأيكم في اللوك؟ سريع سريع. فايق 6:30 فصوتي قاعد ما فيش صوت. لازم نمشي نفطر باش يجيني النشاط. يلا شوفوا هذه الشكسوكة وهذا المسمن. محطة بنزين. شوف حتى المسجد في المحطة ديزاين رائع. طريق ماشيين بني ملال. عجيب. ريحة المكان كأنك في أوروبا. قلعة فوق. كان عجيب. كتابات ليبية أمازيغية موجودة هنا في المتحف. وصلنا لبني ملال. هذا الزي التقليدي هنا. شو رايكم في اللون؟ روعة.
شوف الشلال ما شاء الله. شوفوا هالفيو رائع 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 رائع. شلالات أزود. روعة روعة. سفيان رحيم شاب راقد. قاعد تغير فيك انت ما تتغير. الله. هذا سوق مراكش المدينة. لا اصلا ما كتبه. غدانا في دار الشريفة. المكان كله ورد، حاطين في الأرض في أعتقد موارد أو شيء، وفي حاطين ورد. Du poulet haché, légumes, fromage et crevettes. Donc on peut manger ماشي الخروف، وهذه البصيلة بتاع الدجاج، بسطيلة الدجاج، وهذه بتاع الحوت. الحوت. أنا نعشق البسطيلة. سمك. سمك سمك لأنه اسمه بالمنطقة هنا. هذا الفيرميسل السفة، بنقولها السفة بالمغرب. مصنع زيت الأرغان. هو الأرغان هيك تكون، بعدين يطلع منها الزيت. بارك الله عليك خويا. الله برشا برشا. انت ما كتهدرش مغربي، كتعطي التليفون لاصدقائك يكتبوا، ماشي هذا الكلام، هذا كله طالع من القلب الى القلب. شفت العيد. ماشيين للبالون حاليا. Oui, pour Nora. Pour Nora, si on peut. Non, encore. Encore. انا حصلت حاليا عندي رجل يعطيني في أرقاد. بس تجربة حلوة، تجربة جدا رائع. حلوة. الحلو في الموضوع السربرايز. شيء شوف. بيلوت فالنتين. ميرسي بوكو. متحف إيف سان لوران. تحس تمشي فجأة تحصل مبنى عجيب، فجأة تمشي تدخل مطعم عجيب في المغرب. زدت واحدة إيف سان لوران، واحدة من هذه عجبوني. يا سلام يا سلام يا سلام. دخلنا لجاردان ماجوريل، حديقة ماجوريل. هذا هو بيت إيف سان لوران. وايد يطلبون مني السحر وتكلمي عن سحر المغرب. شوفوا سحر المغرب. هذا سحر المغرب، شوفوا هذا سحر المغرب. المغرب سحرتني جمال طبيعتها. اللي أحب أقوله إن كل شخص حسب ثقافته، حسب عقليته، حسب مفهومه، حسب منطقه. اللي يدور على خرابيط السحر راح يلقاها حتى في بلده اللي هو فيها. ما أدري أنا هذه العقول اللي تبحث عن هالأشياء وتدفع لها فلوس، عقول سخيفة تافهة
فاضية فارغة ما عندها شغل. إنسان لما يكون فارغ ما يدري شو يسوي بعمره. فلوسه حتى لو مو وايد، لو عنده فلس يجمع الفلس على الفلس بس إنه يروح يسوي هذه الخرابيط. ويا ليت يفلح، كان فلح الساحر اللي سوالكم السحر، تلقونه منتف طايح حظه، يقول لك تعال اسوي لك سحر اربحك ملايين، تعال اسوي لك سحر محبه، وهو اساسا مع زوجته الويل. يعني ما ادري شلون يقدرون يكذبون على هذول الناس اللي عقولهم فاضيه، جد عقول فاضيه. يقول لك خبير بالسفر. والله يقولون خبير بالسفر واجازه 9 ايام وقاعد بالجزيره. ويا ريت والله نطلبهم طلب يحطوا لنا وجهه لمراكش لانها بنص البلد بالمغرب. مراكش يا سيدي كله فرح ليك، كله فرح ليك. ومنها نتفرع عاد، نبي شمال طنجه، نبي جنوب ننزل اغادير والداخله والصحراء والشرق، نروح عاد الجديده ولا الدار البيضاء. حتجيب الخبير ترى طلع زين. يعني اكيد حبك خلاك شاعر. شويعه كتبت شعر؟ كتبت بالنبطي وحافظ بالفصحى. وشقوتك أيوب من شارع يليق، العصر ما يمسي بشاطئ صويرة، ما بين شمطان اللحى ولا مازيق، بديار منه يحتمي بالكسيرة. ابن الحسن لا جا مجال المطاليق، زي زوم ربعه بالجموعة الغفيرة، أبي على اللي لك فخد فوق تحليق، من عبر الأجوى يمك مستديرة، ترسي بكازة قبل ما ينشف الريق ولا على مدرج مطار المسيرة. تحسفت اني زرت المغرب. اول ما وصلت كازا قلت مستحيل هذه المغرب اللي الناس تتحكى فيها، لكن يوم طلعت من كازابلانكا ورحت الى مراكش فعلا غيرت رايي، لان باختصار يوم تدخل مراكش كانك داش عالم على